اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجعت لكم في فيديو جديد. لو اول مره بتتفرجوا عليا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وطبعا الاهم من ده كله اللايكات يا حبايبي. طبعا الايام دي الجو متقلب جدا، فطبعا بصوا الدنيا كانت بتشتي، يعني بصوا الجو بقى حبه يحرر وحبه يسقع وحبه يشتي، فمفيش اصلا وضع مستقر خالص. قلت بقى النهارده كده عايزه اخلص شويه حاجات عندي. قلت بقى كفايه كسل، انا والله مش كسلانه ولا اي حاجه، انا ابني بس كان تعبان وانا خدت دور كده الجيوب الانفيه، برضو مشكله كل شهر تقريبا بخلص العلاج بيرجع لي تاني. فقلت كفايه كده وادخل بقى على المطبخ اشوفه عايز ايه. والله وكان خفيف، يعني روتيني في المطبخ والله كان خفيف جدا. قمت كده فضيت علب البهارات كلها. لو انتي لسه على فكره ما خلصتيش مش لازم، يعني في رمضان ممكن تخلصي كل حاجه كل يوم، حاجه بعد الفطار بعد التراويح كده تتسلي في حاجه حاجه. مش لازم اللي هو تضغطي نفسك قبل رمضان، يعني في مثلا يقولك لازم التنظيفه قبل رمضان، والله مش لازم ولا اي حاجه، انت ممكن كل يوم بعد الفطار تعملي حاجه. دخلت بقى على علب التوابل والبهارات بتاعتي والبقوليات والحاجات ديت، الفاصوليا واللوبيا والعدس. فضيت كله في اكياس كده. وطبعا البهارات برضو هفضيها نفس الكلام، انا كل ما باجي اغسل علب البهارات والبقوليات بتاعتي بعمل الحركه دي، افضي كل البقوليات في اكياس كده واركنها على جنب لحد ما اخلص. تمام. وبعد كده بعد ما اغسل بقى العلب بتاعتهم اجي مرجعاهم تاني منشفه بقى العلب وكده. والبهارات كلها بقى حطيتها في ورق كده، جبت ورق كده وبدات افضي البهارات كلها عشان عايزه اصنف البهارات. واشوف ايه البهارات اللي ناقصاني عشان اجيبها. طبعا وانا شغاله كده بقى بفضي البهارات، خلاص عرفت انا ايه البهارات اللي ناقصاني وايه البهارات اللي عايزه اجيبها. وكمان عندي فلفل وكمون وكزبره، عايزين بقى يتحمصوا كده ويتصحنوا في كبة الخلاط. وقد كان واخيرا ان انا صلحت الخلاط طبعا. فعايزه بقى اصحن التوابل بتاعتي في البيت. انا بحب اصحن التوابل في البيت، احمصها بقى وانقيها واظبطها واحمصها بنفسي. بتبقى طبعا افضل واحسن وريحتها بتبقى اقوى كمان من ان انت تجيبيها مصحونه من بره. بصوا زي ما انتم شايفين كده بفضي كل الحاجات، كل العلب اللي معايا. ومليت الحوض كده شويه ميه. تمام. الموضوع مش صعب خالص. حطيت فيهم شويه صابون سايل كده، وفضيت كل العلب على اساس ان انا ايه اديها تبويشه كده. لو الغطيان طبعا بصوا الغطيان بتاعه العلب دي تحسوا متراكم عليها دهون كده، طبعا وانت بتقلي حاجه كده اتراكمت عليها الدهون، ده الطبيعي طبعا عشان كل حاجه في المطبخ. فضيت كل علب البهارات كده وزي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو وكل الحاجات، وحطيتها في الحوض. وطبعا سخنت كاتل ميه سخنه، والكاتل الميه عشان برضو ايه بالمره وانا بنضف حطيت فيه شويه خل عشان ايه اللي هو يبقى خد له دوره خل كده ونضفته. وفضيت بقى الميه السخنه دي، بقت الميه ايه دافيه كده اللي هي اقدر اغسل الحاجات. خدت بقى العلب الكبيره كلها كده وبدات هغسلها عادي بالليفه كده وطبعا الميه فيها صابون. تمام. وهغسلها كل العلب الكبيره كده واركنها على جنب. وطبعا الصغيره انا سايباهم شويه عشان ريحه التوابل تضيع منهم، يعني انا نقعاهم كده في الحوض عشان يعني لو حطيت مثلا علبه طبعا انا حاطه فيها كركم او واحده حاطه فيها قرنفل، فاجي لو بدلت يبقى الروايح راحت منهم خالص. فانا قعدتهم كده عشان الريحه كلها تطلع منهم، بس من غير اي اضافات ولا حطيت بقى اي حاجه وانا بغسل ولا اي حاجه خالص، هو بس بالصابون بس بتاع المواعين. طول ما ايدك في ترويقات المطبخ على طول، يعني مثلا وانتي بتعملي النهارده في المطبخ بعمل كذا ما وريش حاجه في البيت قوي، هاخد الجزء ده من المطبخ النهارده اروقه، هاخد الضرفه دي في الدولاب هروقها في دولاب المطبخ. همسح الرخام بتاع المطبخ. وانتي بتطبخي كده بتلاقي احيانا الرخام قصدي السيراميك بتاع المطبخ عرق كده بفوطه عندك، وخديه وامسحي هتلاقي اصلا مفيش تراكم دهون ولا اي حاجه، ودايما هتلاقي المطبخ بتاعك نظيف ومترتب ومتروق وزي الفل. حتى لو هتيجي تروقي وعايزه تنضفي مش هياخد منك اي وقت خالص، وهيكون كمان خفيف عليكي جدا، يعني في اي ترويقات كده هيكون خفيف عليكي جدا. يعني ممكن تاخدي مطبخ مع اوضه النوم، تروقي المطبخ النهارده مع اوضه النوم، المطبخ مع اوضه الاطفال. طول ما ايدك في الشقه ومفيش كركبه ومفيش اي حاجه. على فكره طول ما المطبخ مفيهوش كركبه خليكي متاكده ان انت هتخلصي المطبخ في وقت قياسي، مفيش كركبه حواليكي مفيش اي حاجه، هتلاقي نفسك بتخلصي كل حاجه في وقت قياسي.
بصوا بقى الغطيان دي انا هعملها كده عشان الغطيان طبعا فيها رسومات وكده، فهاخدها بالفرشه دي واغسلها بس. وطبعا التعرجات اللي في الغطا ديت برضو مش هتيجي معايا بالليفه حتى لو ليفه سلك، فخدتها كده بالفرشه دي الصغيره وغسلتها. عايزه اقول لكم خليتها بتلمع تحفه. هوريكم دلوقتي فرق الغطا اللي هو قبل ما يبصوا الغطا بقى شكله تحفه. اديله شطفيه كده في الميه ولسه بقى هغسله تحت الحنفيه. عايزه اقول لكم علب التوابل دي والبقوليات وينفع للسكر والحاجات دي. عايزه اقول لكم تحفه. شكلهم كده في المطبخ عاطين شكل مبهج، وفي نفس الوقت بياخدوا برضو كميات حلوه والخامه بتاعتهم كويسه. تقريبا البلاستيك، يعني انا جربت البلاستيك ما جربتش بصراحه الصفيح، بس على ما اعتقد ان الصفيح ممكن يصدي، لكن البلاستيك بصراحه شكله تحفه، ولا بيقشر ولا بيجراله اي حاجه. يعني ممكن مثلا دي رابع او خامس مره اغسله، الحمد لله والله ما جراله اي حاجه خالص. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل عام وانتم بخير. ورغم ان الناس برضو تحسوا برضو ان يعني روايح رمضان وفيه فرحة وبهجة، وطبعا الحمد لله على نعمة الاسلام، يعني رمضان ده كفيل ان هو يطهر قلبنا بجد كلنا من الذنوب واي حاجة. يعني شهر فعلا فضيل وكريم، يعني حق ما تضيعيش فيه ثانية ان انتي يعني يغفر لك اي ذنب ربنا انت عملتيه طبعا في قراءة القرآن والعبادة. طبعا شهر في السنة كلها يعني كلنا بنستناه، ورغم طبعا الظروف وان الاسعار برضو غالية كده، بس الحمد لله برضو يعني احنا شاكرين حامدين نعمة ربنا علينا. والحمد لله طبعا احنا احسن من غيرنا، وربنا يفك كرب الناس جميعا طبعا ويوسع رزق الجميع. هنا بقى كنت خلاص غسلت طقومة البهارات كلها، وهبدأ بقى اغسل دولاب المطبخ. طبعا دولاب المطبخ بتاعي اللي فوق ده، القطعة اللي فوق مش كبيرة، هي صغيرة، بس في طبعا مكان التحمير. ومشكلتي انا ما عنديش شفاط في المطبخ، فدي المشكلة الرئيسية الكبيرة بالنسبة لي. عشان كده دايما بقول لكم ايديا في المطبخ وانا بعمل الاكل كده، ممكن مثلا شوية بخار يتراكموا على السيراميك، فبسرعة بسرعة باخد قماشه كده او فوطه مطبخ وامسحهم بسرعه عشان مفيش دهون تتراكم. بصوا بقى فوق دولاب المطبخ عامل ازاي. مش هغسله باي حاجه خالص، غير هغسله بصابون بس. والسلكه هو سلكه، هاخد السلكه بتاعه المواعين كده وشويه صابون سائل، وهبدا اغسلهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بس هينضف معايا والله بسرعه، رغم ان هو كان عليه زي دهون وتراب كده، بس ما شاء الله السلكه والصابون خليته نضف بسرعه. وطبعا وانا بغسل برضو كده فوق، خدت السيراميك بقى اللي فوق الدولاب كده معايا، غسلته برضو وظبطته. بصوا كده، هو الدولاب عندي القطعه اللي فوق طبعا عشان كانت في شقتي اللي انا اتجوزت فيها، فالقطعه اللي فوق وفي قطعه تانية بس لسه في الحقيقه ما جبتهاش من شقتي، ان شاء الله اجيبها، عايزه اكمل بيها بالطول كده برضو تاخد معايا حاجات. فوق الموتيل، تحت طبعا مقفله خشب لان ما كانش فيه اي حاجه تحت الحوض خالص، فقفلتها في الحقيقه خشب يعني. بس هبدأ اغسل كل الدولاب بنفس الطريقة. بصوا كده، والله بصوا يعني انتوا نضف بسرعة، اللي هو يا دوب السلكة بس جت عليه كده، ومن غير اي منظفات ولا اي حاجة، ولا ادفع فلوس في منظفات مش عارفة ايه. والله العظيم ما جبت منظفات خالص للتنظيفات. هو بستخدم الصابون في غسيل حتى لو السيراميك بتاع المطبخ. بستخدم، انا بحب من محبي قوي الكلور، يعني بحب في الارضيات مثلا بتاعه الحمام والحاجات ديت، اي حاجه فيها بقعه في البلاط في اي حاجه بحب اغسلها بالكلور. والصابون طبعا بغسل بيه، بمسح بيه السيراميك بقى والحاجات دي، واي حاجه عايزه اغسلها بغسلها بالحاجات دي. ما اشتريتش بقى ولا سترس ولا فاهمين، ولا عدت اصلا بستخدم الباور خالص، لانه بيتعب لي ايديا جدا وبيقشر لي طبقه كبيره من جلد ايديا والجلد فعلا الحساس ده بتبقى مشكلته كبيره. وجبت بقى البلاستيكيه دي فيها ميه، وبدات بقى امسح بفوطه مطبخ كده، امسح بيها كل الصابون. وبعد كده باخد بقى بالفوطه الناشفه دي وابدا بقى امسح بعد ما مسحت بالفوطه اللي فيها الميه، ابدا بقى انشف بفوطه نضيفه خالص ما فيهاش اي ميه ناشفه. وبالراحه طبعا وانتي بتدعكي يعني بتدعكي الدولاب، لان طبعا عشان ما تحكيش بقى فيه جامد وتلاقيه خربش منك، فخليكي بالسلكه او الليفه حنينه شويه. فانا الدولاب عشان شبه نظيف يعني مش متبهدل قوي، فبرضو خدته بالراحه، يعني ما تضغطيش جامد قوي
بالسلكه. وزي ما خدت بصابون غسلت فوق دولاب المطبخ بالصابون، نفس الكلام ونفس الطريقه غسلت كل دولاب المطبخ. طبعا انا فضيته من كل حاجه. هغسل الاطباق كلها، يعني فضيت الاطباق كلها بتاعه دولاب المطبخ، والمطبقيه المجات والكوبايات وكل حاجه. قلت بقى خليها اللي هي ايه، طالما تنظيفه يبقى تنظيفه على حق. انا بعمل التنظيفه دي كل فتره، بس هي حظها بقى جت قبل رمضان. قلت عشان خاطر في رمضان ان شاء الله ما يبقاش فيه يعني تيجي ممكن بفوطه كده مبلوله، او فوطه فيها شويه صابون، ولو مسحتي هتلاقيه طبعا بيلمع ونضف معاكي. نفس الكلام اللي عملته برضو قبل كده بعمله تاني. باخد فوطه مبلوله كده امسح بيها الاول، وبعد كده الفوطه الناشفه امسح بقى بيها المطبخ. بس كده من غير بقى ما بهدل الدنيا ميه وافور والكلام ده كله. طبعا وبرضو وانتي يعني مش لازم تجيبي منظفات، لان طبعا احنا بنظبط مصروف البيت، خلينا واقعيين مع بعض يعني. مصروف البيت ده بنحاول نظبطه ان احنا في حاجات كده اولويات لازم بنجيبها، وفي حاجات ممكن نستغنى عنها. فعادي انت ممكن بشويه صابون، لو مثلا عندك دهون على البوتاجاز، شويه صابون سايل كده وميه مغليه، حطي عليها الصابون السايل وكبيها على البوتاجاز، والله العظيم هتشيل لك اي دهون. شويه ميه سخنين كده، لو عندك حاجات لازقه في البوتاجاز، او اي حاجه لازقه في اي حاجه، شويه ميه مغليه، وبعد كده تكبيها على الدهون، والله هتلاقيها، وتسيبيها نص ساعه او 10 دقايق معاه شويه صابون كده او مسحوق، هتلاقيها ساحت خالص. بصوا الدولاب بيلمع ما شاء الله، بصوا باين كده، تحسوا ان فاهمين. وطبعا غسلت الاطباق كلها، وهبدا بقى ايه ارصها في المطبقيه كده. زي ما قلت لك اي دهون هتروح معاكي خالص، شويه مسحوق، وممكن ما تجيبيش مسحوق كمان، هو شويه الصابون كده معاكي، والله هتروح البوتاجاز او اي مكان فيه دهون زي الفل، من غير بقى ما ترهقي ايدك بالمواد الكيماويه، اصلا هي كلها مواد كيماويه. وخصوصا على فكره الجلد الحساس، الجلد الحساس ده مصيبته كبيره جدا. انا ايديا لو استخدمت ممكن باور النهارده، او استخدمت، انتوا متخيلين ان المسحوق يعني البرسيل او اوكسي او اي حاجه ممكن يبهدلوا لي ايديا. تاني يوم اصحى الصبح ايديا دي مفتوحه، مكرمشه كده، صوابعي مكرمشه ومفتوحه، وقشره متشاله من عليها، وتبقى طبعا يستحيل ما اغسلش مواعين. يعني انا كل يوم طبعا في المطبخ وبغسل مواعين، وطبعا الحاجات دي بتبقى عايزه راحه. فقلت والله العظيم لاقاطع كل المنتجات اللي هي فيها كيماويات ديت، لان انا بجد استويت وتعبت، يعني حرفيا تعبت. وممكن ايديا بتبقى نشفت كده، بتجيب بقى دم وكده، فانا بعاني بصراحه. هنا كنت نشفت علب البهارات الصغيره، غسلتها كويس، وطبعا نشفتها في فوطه. وعندي العلب دي كانوا ولادي كنت بجيب لهم فيه بسكوت، اللي هو البسكوت الطويل ده، كنت بجيبه لهم، فحوشت العلب دي عشان استخدمها برضو. فضيت بقى البهارات كلها بعد ما غسلت العلب ونشفتها، فضيت البهارات. انا كنت حاطه البهارات دي على رف فوق المنظم بتاع الفويل والمناديل والحاجات دي. فضيت الدرج ده خالص وحطيتهم بقى، بدات ارص فيهم. انا كنت مروقه الدراج قبل كده، فبدات ارص فيهم كده. عايزه علب البهارات تكون ايه، متشاله كده في الدرج، حاسه ان هي هتبقى احسن، وبهاراتي كلها قدامي. بصوا بقى، رجعت تاني بدلتهم بعد ما عملت الحركة دي، رجعت تاني بدلتهم، وحطيت بقى الجيلي والحاجات دي في نفس الدرج. هتقولي لي طب البهارات مش هتاخد من بعضها؟ لا، البهارات طالما مقفولة كويس، الغطا محكم الغلق عليها، مش هيسيبها اي حاجة خالص، ولا هيشموا من بعض. وهفضي بقى علب البقوليات بتاعتي برضو. بصوا شكل العلب كده، تحسوا ان الغطيان نورت كأنك لسه شارياهم جداد، يعني كأنك لسه شاريه العلب جديدة. طبعا نورت كده، وبتحسي بقى وانت بتحرسي الحاجة في المطبخ كده، تحسي ان شكلها بقى مختلف. وانا كل فترة بحب اغير حاجة في المطبخ، يعني بحب انقل مثلا علب البهارات، حطيتها المرة دي هنا، لا بنقلها من مكان لمكان عشان احس ان في تغيير في المطبخ، بيدي المكان طاقة ايجابية كده، وبتحسي بتغيير. طبعا فضيت حمص الشام والعدس والفاصوليا واللوبيا. بحب اشيلهم في التلاجة، يعني انا بطلع كمية على قد ممكن تلاقيني مطلعه ربع كيلو من التلاجة، بربع كيلو كده احطهم في العلبة، عشان طبعا الصيف داخل علينا والجو هيبقى حر، والحاجات دي بتتلف بسرعة. بس والعلبة الكبيرة دي حطيت فيها كل الحاجات اللي يعني ايه، الحاجات اللي فيها حاجات صغيرة كده حطيتها فيها. جيت هنا طبعا انا كنت ماسحه الجزء ده من المطبخ برضو معايا وانا بغسل دولاب المطبخ. هرص علب البقوليات بقى
في المكان هنا. طبعا لما كنتش حاطه علب البقوليات دي هنا خالص، انا كنت حاطاها في مكان تاني. بس زي ما بقول لكم غيرت المكان كده، احس يعني طاقه ايجابيه. انت كل ما بتغيري فعلا، انت عارفه لو نقلتي مثلا كرسي كنت حاطاه هنا ونقلتيه مثلا لا جنب الباب المره دي، هتحسي بطاقه ايجابيه وحاجه غريبه كده انت عملتيها. نشغلوا الليد بقى كده بعد ما خلصنا. طبعا الفوطه اللي انا غسلت بيها كده احطها في الحوض كده وافتح شويه ميه، ونزلت عليهم بشويه كلور. طبعا ال- الجيركن ده كان بتاع صابون سائل، بس انا بحب اجيب بقى املاه كلور. انا من عشاق الكلور في النظافه، ما بحطش ايدي فيه، هو يا دوب بس برشه على رخامه على اي حاجه، وبينضف جدا بقعه اي حاجه. فوط المطبخ بحب اغسلها كل فتره، طبعا مبقعه من اكل مبقعه من حاجه. وكمان في الرخامه انا بعشقه، بيعقم لي الرخامه كده وبيرجعها كانها جديده، يعني كانك لسه مركباها. وطبعا بعمل عامله بخاخ كده هبقى اوريه لكم، برش برضو على الرخامه كده بعد ما بخلص المواعين، بيعقم لي بقى اي حاجه من جراثيم من اي حاجه. يعني قبل ما انام كده بديها رشه، وطبعا مخففه الكلور فيها جدا زي محلول تعقيمي كده. هبدا بقى بعد ما خلصت كده ابدا ارص الصواني وكل حاجه بقى ارجعها في مكانها. طبعا بحب احط قطاعه الخضار دي كده ورا، عاطيه شكل كده للمطبخ. بس كده انا كده خلصت ونقعت الفوط كده مكان ما نضفت. شفتوا الهلال شكله تحفة مع ده عمايل ايديا طبعا. ارجعوا للفيديو اللي فات هتلاقوا الطريقة منزلاها في فيديو. ورصيت برضو الحاجات دي والعجان والخلاط، ومسحت كل حاجة. بصوا المطبخ بقى ما شاء الله اللهم بارك بيلمع. فاضل بس اللي باقيلي، طبعا دي الغدا اللي باقيلي، بس السجادة بتاعة المطبخ هاخدها اغسلها. وطبعا الجنب ده برضو انا كنت منضفاه، انا ايدي فيه فعشان كده انا مش هعمله، يعني هو نضيف يا دوب كده هاخده مسحه بالفوطه. بس دواليب المطبخ كده رصيتها وخلاص كده بقى ما شاء الله المطبخ فل كده لاستقبال شهرنا المبارك. الرفوف دي انا اللي عاملاها بعشقها جدا، حلوه جدا في رص الحاجه كده، وخصوصا لو انتي ما عندكيش مكان تستغلي الحاجات دي. بصوا المنظر مبهج بقى كده لما تقفي في رمضان. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير بأمر الله.